السلام عليكم ورحمة الله، كيفكن يا شباب؟ إن شاء الله جميعا بخير. شرح جديد لطريقة تفعيل التليجرام برقم مجاني، رقم مضمون. بإمكانك الحصول على عديد الأرقام بنفس الخطوات اللي راح أقوم بشرحها أمامكم. كل اللي عليك صديقي إذا بدك تفعل التليجرام أو أي برنامج آخر بيحتاج رقم، كل اللي عليك تطبق الخطوات الصحيحة وتعرف حل المشاكل اللي ممكن تواجهك، سواء في واجهة التسجيل لبرنامج الأرقام أو واجهة أو الحصول على كود التفعيل بشكل مجاني بدون أي مشاكل. ممكن تواجهك إحدى هذول المشاكل، فبتمنى تركز معي بجميع الخطوات الصحيحة. أول خطوة يا شباب، نفتح برنامج السيرفرات. برنامج جديد رائع جدا. البرنامج شغال تمام، سيرفراته حقيقية كلها سريعة جدا وشغالة تمام. كل اللي عليك صديقي تضغط هون على هذا الخيار بعد ما يفتح معك برنامج السيرفرات. هون يا صديقي كل اللي عليك تختار إحدى هدول السيرفرين الأوروبيات اللي عم حط لكم عليهم علامة. في عنا السيرفر اللاتيفي وأيضا في عنا السيرفر الهولندي. فكل اللي عليك صديقي بتختار إحدى هدول السيرفرين، تضغط عليه وتنتظر على برنامج السيرفرات حتى تتأكد انه اتصل معك تمام. بعدين نتوجه الى برنامج الارقام. راح نختار السيرفر اللاتيفي ونضغط هنا على خيار ستارت. ننتظر ثواني على البرنامج. مثل ما بتشوف هيك اتصل معنا تمام وبيظهر معنا بالاعلى علامة المفتاح، يعني هيك اشتغل معنا تمام. هلا بنتوجه إلى برنامج الأرقام. نخرج من برنامج السيرفرات. كل اللي عليك صديقي بعد ما تفتح برنامج سافيوم تعطيه السماح للوصول لجميع الأذونات. نضغط بالأسفل هون على خيار ساين أب. كل اللي عليك صديقي بأول سطر بتحط أي أحرف باللغة الإنجليزية، بنحط أي أحرف مثل ما بتشوفوا أمامكم. وبتاني سطر بنحط كلمة باسورد. بنرجع بتالت سطر بنكرر كلمة الباسورد. بنضغط هون على خيار التسجيل. ننتظر ثواني على البرنامج. ممكن يكون عندنا النت ضعيف، لازم صديقي يكون عندك نت قوي لحتى برنامج سافي مسجل معك دخول بشكل سريع. إذا كان عندك النت ضعيف ممكن يعطيك أخطاء كتيرة، وممكن صديقي ينتهوا معك ال5 دقايق وما يفتح معك على الواجهة الرئيسية. فهون يا صديقي مثل ما حكينا بشروحات سابقة لازم تحفظ الاسم وكلمة الباسورد، لأنه برنامج سافي في عليه ضغط كبير بالتسجيل. فأنت إذا أعطاك أخطاء كتير أكتر من 10 أخطاء، كل اللي عليك ترجع خطوة للوراء. مثل ما بتشوفها بيعطيني أخطاء كتيرة، فراح أجرب وأرجع خطوة للوراء. نرجع نضغط هنا على خيار التسجيل. لازم صديقي إما يعطيك خطأ تحت الاسم أو ترجع تسجل من جديد أو تحاول التسجيل. أعطانا مثل ما بتشوفوا تحت الاسم باللون الأحمر، يعني هذا الاسم مستخدم، فبالتالي سجل معنا دخول، لكن بسبب الضغط الكبير على برنامج سافيوم ما فتح معنا على الواجهة الرئيسية. فبنضغط على خيار لوجين، بنضيف الاسم وكلمة الباسورد. وهون يا شباب ننتظر دقيقتين 3 لحتى يفتح معنا الحساب. فأنه هون مشان ما يطول عليكم الشرح يا شباب راح أوقف التسجيل شوي لنهاية 3 دقايق، بعدين نضغط على خيار التسجيل مشان يفتح معنا هذا الحساب. رجعت لكم يا شباب، انتهوا 3 دقايق. فنضغط على خيار التسجيل. راح نشوف أول رقم راح يعطينا إياه. ممكن يعطينا رقم لاتيفي، وممكن يعطينا رقم من دولة أذربيجان. نضغط على خيار سيتنج بالأعلى. مثل ما بتشوفوا يا شباب سجل معنا دخول بعد 3 دقايق، مع إنه أعطانا أخطاء كتير. ومن أول تسجيل أعطانا رقم 3 2، رقم شغال تمام. برنامج السيرفرات اللي جبت لكم إياه رائع جدا وشغال تمام. هون يا شباب عشان نحصل على كود التفعيل لرقم 3 2 لازم نحذف الإصدار الحديث ونثبت الإصدار القديم. رجعت لكم يا شباب بعد ما عملت إلغاء تثبيت للإصدار الحديث لبرنامج سافي ومثبتة الإصدار القديم. بنضيف هون الاسم وكلمة الباسورد للحساب اللي طلع فيه رقم 3 2. لازم بعد ما يطلع معك رقم 3 2 صديقي تعمل إلغاء تثبيت للإصدار الحديث وتثبت الإصدار القديم عشان تسمع كود التفعيل. مثل ما بتشوفوا عنا رقم 3 2 شغال تمام. هون بيظهر أمامكم بالأسفل رقم الإصدار القديم لبرنامج سافيوم. بناخد الرقم كوبي ونتوجه إلى برنامج التليجرام. طبعا بإمكانك تفعيل باقي البرامج بنفس الخطوات، وأيضا بإمكانك صديقي ترجع تسجل من جديد بنفس الخطوات وتحصل على أرقام جديدة. بنضغط هنا على موافق على نعم. ممكن مباشرة نجيب لك جاري الاتصال وتجيب لك أرسلنا رسالة لجهاز آخر، كذلك تضغط على خيار اتصل به. نضغط على نعم ننتظر ثواني. هون يا صديقي طبعا إذا جاب لك الاتصال لازم حصرا تستقبل المكالمة. مثل ما بتشوف يتم الاتصال بك، لأنه إذا رفضنا المكالمة ما رح يوصلنا بريد صوتي. فراح أضغط هنا واستقبل المكالمة وبرجع لكم.
مثل ما بتشوفوا يا شباب استقبلت المكالمة. تفاعل معنا التليجرام بالرقم اللي حصلنا عليه من برنامج سافيون. بإمكانك صديقي بهاي الخطوات عمل العديد الأرقام. إذا أول مرة ما وصلك اتصال بيكون عندك نت ضعيف، طفي الاتصال في برنامج السيرفرات وارجع اطلب كود التفعيل. وحصرا نستخدم نسخة تليجرام الرسمية. لهم بيكون انتهى شرحنا يا شباب، تحياتي إلكم.